هل بحثت يوما عن الخريف بداخلك؟ فكوب من الشاي الساخن ومقعد أمام النافذة تراقب بها حجب الغيوم لأشعة الشمس، تطرق داخلك خريف العمر. ها هو إذن خريف آخر من العمر يطرق أبوابنا، نستعيد به ذكريات جنيناها على مدى الأيام، فمنها ما يستحق السقوط، ومنها ما يكدس على رفوف الذاكرة بعيدا عن غبار النسيان. يأتي الخريف قاصدا تحريك شيء ما في داخلنا، فتارة تريد البكاء، وتارة أخرى تنعزل عمن حولك، يأخذك لعالمك الخاص بعيدا عن حاضر أيامك. يستحضر الماضي في قلبك الضعيف، فهو سرعان ما يجاري تيار الخريف، فتنهال بالبكاء عند أول محطة تسترجع فيها أناسا رحلوا عن عالمك دون عودة. فالموت لا يستأذن قلوبنا، بل يتركها ترمم جراحها على مهل. تدخل في عزلة أنت أردتها، فتبدأ بجلد الذات. هل هذا أنا الذي أردت يوما ما؟ هل هذه هي حياتي؟ أم أن أحدا أضاع حياته فوجدتها أنا؟ وأسئلة كثيرة تتركك حائر التفكير، تهرب منها بعودتك لما أنت عليه الآن، فهي أقدار خطت بيد الرحمن. هناك خريف مغاير، فبعضهم يحتضنون أوراق ذاكرتهم كي لا تسقط، يركضون نحو أحبتهم مختبئين بين أحضانهم، يتبادلون مشاعر الحب متعطشين دوما للخريف، ليثبتوا أن الخريف فصل الحياة. وأخيرا كن أنت الخريف الذي تريد،